ابني في اولى ابتدائي، كل ما اقول له ذاكر بيتهرب، كل ما يفتح الكتاب يزهق بعد دقيقتين. اضغط عليه ولا اسيبه؟ لا ده ولا ده. الطفل في المرحلة ديت المفتاح بتاعه هو حب البداية. اول 3 سنين في ابتدائي بيحاول يفهم نظام مش يحفظ كتاب. دول البذرة اللي لو بدأتها صح هترتاح العمر كله. طب تعمل ايه؟ اول حاجة اعمل له جدول مرن للمذاكرة. مش لازم يذاكر ساعتين، لا، ممكن يبقى ربع ساعة بعديها راحة او لعبة. تاني حاجة شجعه على المحاولة مش على النتيجة. انا شايف انك بتحاول حتى لو ما خلصش الصفحة اللي في ايده. تالت حاجة خليه يشرح لك بطريقته حتى لو غلط. قول له يلا نصلحها سوا، مش تقول له انت ازاي تغلط. ما ينفعش ان انت تعمل معاه كده. رابع حاجة خليه يذاكر باللعب. جدول الضرب غنيه معاه. الاملا قول له يلا نلعب لعبة كلمة بالكرتونة. خامس حاجة اوعى تقارنه بابن جارك وتقول له ده خلص كذا انت ما خلصتوش. قارن ابنك بنفسك. ابنك لو حس بالامان هيحب المذاكرة وهيتعلق بيها. لو حس بتشجيعك ليه هيسمع كلامك وهيحاول انه يذاكر ويبقى كويس. ابنك انسان مش ماكينة درجات. الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن ابنك عنده 10 سنين بيسرح، نعمل معاه ايه؟ اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وسلام.